السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو ده مهدى للرابطة والأستاذ أحمد عاطف المهندس الكبير، وعم عاصم المنصوري، والحاج علي العجمي، وطبعا عم الكل الحاج شحتة. ده تعديل على منظومة الغاز. أول حاجة لازم تركب الغاز من ناحية الفرن عشان خاطر ما تخش توصل مية، لأن المية بتتلف الجهاز فما توصلش مية. حطه من ناحية الفرن عشان خاطر الفرن تحت الشكمان ترفع كفاءة الغاز. ماشي؟ المكنة دايرة قدامكم غاز، وهوريكم انها دايرة غاز من المنظم. المنظم بتاعها منور غازها، غاز مش بنزين. ماشي؟ وهذه الهدوء والانتظام بتاع ايه؟ بتاع الموتور ده. منفو او بوابة الكتروني فيها موتور داخلي. الموتور الداخلي ده بيفتح بوابة الغاز ويقفلها على حسب ما تظبطها انت. ده سولونايد فالف، ده ريلي، اسف، ده ريلي متوصل من سولونايد البنزين، متاخد منه سلك على اساس انا طبعا فاصله مش موصله، علشان خاطر انا مش محتاج البنزين خالص، ولذلك انا لغيت التانك وحاطط تانك بتاع مكنه جنريتور مولد كهرباء او مي او مكنه ميه، ولغيت التانك اللي هو الخارجي. ده مفتاح الانكيه بظبط منه السلنسيه والبتاع ده اول مره. ده موجود في البوابه، وممكن تجيب اي بوابه، مش لازم تكون بتاعت كهرباء. انت اهم حاجه انك انت تظبط الثغره، الفتحه بتاعت الشباك، فتحه الشباك بتاعت الغاز، لان الغاز ما بيحبش الهواء الكتير، والبنزين بيحب الهواء الكتير. فانت لما بتيجي تشغل غاز بيروح قافل البوابه وبيديك الثغره اللي انت عايزها، اللي هي زي ما انتم شايفينها. وبظبطها انا، بلجلشها من المفتاح الالانكيه ده هو، وبعد ما بخلص الظبط بشيل المفتاح، ملوش لازمه. ماشي؟ هم بقى بيعملوا ايه في الشركه؟ بيجيبوا حج كنز ويركبوه في وش المنفو ويخرموه ويقعدوا يظبطوا في الاخرام ويعملوا لغايه لما يوصلوا لدرجه معينه. فطبعا واخد لي بالك هذا الكلام لا يجوز، يعني ده مش اسلوب ميكانيكا عشان خاطر يعتمد عليه الموتور ويمشي بيه كويس. لازم يبقى فيه شغل عالي علشان خاطر يتظبط. كمان في انوه بان ده مصدر الفرامل ده بتاع تويوتا ميكروباص، هو نفس الابعاد ونفس الشكل، بس بتركبه بوردتين، ادي ورده وادي ورده تاني. بتركبه لان هو عامل يعني ايه، ليه فجوه في الجنب ده وفجوه في الجنب ده. بتحط الماستر وتوصله وتربطه، وادي الجزازه بتاعته وليها الفيشه بتاعت البيان عشان خاطر لربما الغاز الزيت يقل تديك بيان دي. ده الجلاش انا مركبه ولسه ما كملتش بقيه التعديل بتاعه، يعلم معايا العربيه واوطي العربيه من الداخل. عباره عن جراب باكره، ده بيبقى في العربيات الغاز الديزل، بيعلوا منه السياره والعربيه اثناء لما بيبداوا الدوار عشان ما يقعدوش يلعبوا ويرجعوا تاني يظبطوا تاني العربيه زي ما انتم شايفينها. وانا ممكن اوطي اكتر من كده تاني. ولو وريتكم الار بي ام هتلاقوا الار بي ام اقل من 1. ادي الار بي ام ها، معرفش ان كنتوا شايفينه او لا. ها الار بي ام ها اقل من 1 ها. وده اللي هو اللي قلت عليه الجلاش اللي بيعلي العربيه ووطي العربيه.
كده بعليها انا. سامعين صوتها انتوا؟ كده بوطي اظبط منيها عشان بدايه الصبح الغاز واخد بالك ما يكونش لسه سخن، وانا بدور غاز وبطفي غاز ولا بجربش من ناحيه البنزين خالص بالمره بتاتا. فدي هتخلي العربيه يبقى ليها وضع وليها طعم، وهتبقى حلوه وجميله وهتشعروا بيها. اقسم بالله بتعمل 150 معايا، بتعمل 150 معايا في ملوه الخزان. وادي قوه الموتور اهي. ان شاء الله باذن الله، الله الموفق. عاوز اوطيها انا شويه من اتفضل يا حاج. وادي الموتور على الوضع ده وهو هيعجبكم. وده يعني ان شاء الله مش لازم تكون بوابه كهرباء، ممكن اي بوابه تاني تركبها. اهم حاجه انك انت تلجلش الشباك بحيث ان الشباك يديك هواء قليل. ودي لما بوصلها انا واشغل بنزين بتفتح البوابه خالص، البوابه اهي. وان شاء الله يحوز اعجابكم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. جابر شافع سوهاج. لا تنسونا بالدعاء.